وبعدين يا زمل الحال بقى واقف والحكايه بقت ضنك على الاخر، لا عارفين نسرق ولا عارفين نتصرف. الحكومه بقت مركزه معانا جامد يا وائل. احنا مفيش حاجه تقف معانا، ما تقولش كده عشان ما اسحلش منك، علشان انا سحل وحش. انت فايق بقى وبتهزر، مش كفايه اللي احنا فيه بقى؟ لا 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 لا، مش شايف كده قوي ورايح على فين ولابس لبس ولاد الناس؟ الله، بلاش شغل الضمايطه، يعني ولاد الناس احسن مني في ايه الشيء؟ شكلك كده طالع تعمل نصبايا لوحدك ومن غيري. ها؟ لا مش من وراك يا اخويا، انا رايح اتجوز بنت محمد ابو السعود. بنت ابو السعود؟ وايه الغريب في ده يعني؟ عشان مطلعها قبل كده ويعني بس توافق علينا، ده انا هموت عليها. قال هتتجوز، قال روح الله يصلح حالك. ده لو مطلقه مليون مره عمرها ما هترضى بيك، علشان احنا بلطجيه وملناش عازه. انا عارفك من زمان عاوز بنتي، وجيتني وهي بنت بنوت وانا رفضت، وجاي دلوقتي بعد ما اتطلقت وفاكر نفسك هديها لك، وقول خلاص مطلقه وبقت معيوبه واجوزها لك وخلاص. انها متطلقه ده نصيب مش عيب. العيب ان ادي بنتي وارميها لواحد زيك قطع طريق وبتاع بفره وبتاع كاس، لا يعرف ربنا ولا عمره دخل مسجد. لو انت اخر واحد في الدنيا مش هديها لك، لانك في نظري قد كده صغير، وفي نظر الناس مالكش لازمه. اوعى تكون فاكر ان البلطجه وقطع الطريق وشرب الحشيش وشرب المخدرات دي من الرجوله، دي اخرتها موت ودمار وسجن. فوق يا ابني، ما تضيعش شبابك في الحاجات الهايفه اللي ملهاش لازمه. روح اشتغل وانتج وصنع وفيد نفسك وفيد بلدك. البلطجه ملهاش لازمه، اخرتها السجن، يا اما هتموت مقتول. فوق بقى، وما عنديش بنات جواز، انا هخليها جنبي. اتفضل اتفضل. اخر زمن. كلام عم محمد صح، انا بلطجي وبتاع بفرة وكل حياتي حرام في حرام، وممكن اموت في اي لحظة ولا ليا دية ولا ليا اي لازمة. على العمر اللي ضاع. ايه يا زميلي، خدت الصابونة ولا ايه؟ احنا عاملين زي الجرثومة، والجرثومة اللعينة كمان، ولا لنا قيمة ولا لنا عزة ولا لازمة في الحياة. مهددين من الحكومة ومهددين من الناس، ومحدش طايقنا، وربنا ساترها معانا كتير، واحنا فاكرينها فهلوة نتعظ. لا، وايه ده اخرتها؟ انا سمعت كلام عمري ما سمعته في حياتي ولا كنت متوقع اسمعه، بس انا استاهل اكتر من كده. انا ضيعت شبابي كله في الاونطة. احنا لازم نتوب يا وائل. او هنتوب؟ يبقى خلي الحلال ينفعك يا ابو ملاليم. الملاليم الحلال احسن من كنوز الدنيا الحرام. انا مش عاوز ابقى منبوذ من كل الناس، انا عاوز اعيش واتجوز واخلف واعيش بحلال ربنا. عايزني اشتغل طول العمر واخد ملاليم بالحلال؟ ما احنا في الحرام وبنمسك فلوس حلو، فانقص على ايه؟ ومين الدنيا دايماله محدش ضامن الايام، يا بخت اللي يرضي بحاله وفرق بين حلال وحرام. سؤال واجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين ايه؟ مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟
دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل قمر سبحانه مصور منور ليك. تملي الأمل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ازيك يا ولد؟ عامل ايه؟ واخبارك ايه؟ انا مبسوط منك. انت التزمت وعرفت طريق ربنا، واللي يعرف ربنا ويروح لطريقه ربنا ينور طريقه ويهديه. ربنا يهدي الشباب كلهم. في مثل هيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لولدك، وانا عايزك لبنتك. انت التزمت وعرفت طريق ربنا، واللي يعرف ربنا ويروح لطريقه ربنا ينور طريقه ويهديه. ربنا يهدي الشباب كلهم. وخير الخطائين التوابين. اللي يخاف ربنا ما تخافش منه. عشان كده انا هأمنك على بنتي وهجوزها لك. الحمد لله. ربنا يكمل لك على خير. ربنا يهدي الشباب. أنا ما حسيتش بطعم الحياة وحلاوتها إلا وأنا مع ربنا، والحياة حلوة مع رب العباد، وأنا شريك وشاري بنتك لآخر يوم في عمري.